ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا شايفين مع بعض كده الاجواء بتاعة رمضان. انا حبيت ان انا اشارككم الفيديو دوت عشان انا استمتعت جدا واتبسطت جدا لما نزلت شفت اجواء رمضان. عايزه اقول لكم انا كان نفسي اصور لكم السيدة زينب. آه بس ما عرفتش اصلا اقف فيها، يعني زي ما انتم شايفين كده انا رايحه مع جوزي بس ما عرفتش اقف فيها. فهو وداني مكان تاني، قال لي هيبقى هادي شوية. وبعدين عايزة اقول لكم ان انا يعني في الوقت دوت وانا خارجة كنت خارجة الساعة 11 الا تلت، يعني الدنيا كانت متأخر قوي ولسه المحلات فاتحة، وفي محلات طبعا كتير قافلة. بس بقى الأجواء بتاعة رمضان دي كانت جميلة قوي. كان نفسي بصراحة أصور لكم السيدة زينب. الأجواء فيها ممتعة جدا جدا جدا. فطبعا بقى ما عرفناش نقف، فقال لي خلاص انا هوديكي شارع تاني حلو قوي اسمه شارع الخيامية. هو بعديها بحاجات بسيطة. الشارع ده اصلا يعتبر هو الجملة بتاعهم، يعني هنا هلاقي الاسعار بتاعت الجملة بتاعت الحاجات بتاعت رمضان. طبعا احنا كنا رايحين كده كان الوقت متأخر، كانت 11 الا تلت، فمعظم المحلات قافلة وبقية المحلات فاتحة، وزي ما انتوا شايفين برضو في ناس وفي أجواء وبتشتري. لكن لو أنا كنت روحت بدري عن كده كانت الدنيا تبقى زحمة ومش هعرف أصور. فهي فكرة برضو إن أنا اتعاملت إن أنا هنزل متأخر، عقبال ما جوزي برضو يخلص شغله وكده، وبعد كده أبقى أنزل معاه. بس المشكلة بقى هنا كان الوقت متأخر، في محلات كتير كانت قافلة. هنا حبيت ان انا اشتري حاجات ليا، فكنت بقى بسأل على الاسعار وبشوف. كنت مبسوطة جدا بالشارع ده. انا كنت بشتري من اماكن جنبي هنا، ما كنتش بنزل مخصوص يعني. فانا كان عندي نقص في المخدات، كيس المخدات بتاعه رمضان وكده، فحبيت ان انا انزل اشتري لها. فانا عندي الاولاد كانوا فرحانين بكم مخده كده عندي كنت جايباهم السنه اللي قبلها عليها اشكال فوانيس، فكنت حابه ان انا اجيب لهم نفس الاشكال. فلحد دلوقتي ما كنتش لاقيه يعني. فانا برضو كنت بدور على خامه وشكل، يعني ما كنتش بدور على شكل بس. انا كانت عجباني قوي اللي في ايديا ديت. كانت القطعه ب25 جنيه، واللي قبلها كانوا القطعتين ب60 جنيه. جبت نوع تاني كده القطعه ب30 جنيه، هتشوفوا معايا برضو في الفيديو قدامي. دي القطعة ب30، دي القطعة الواحدة ب30، الاتنين ب60. فقلت هتمشى شوية وهشوف يمكن الاقي حاجات احلى وكده. آه يعني هو الراجل الاولاني اللي انا شفت عنده دوت، بصراحة كان عنده تشكيلة حلوة قوي من المخدات. هقف اجيب حاجة وهرجع له تاني لاني خفت بصراحة عقبال ما الف في بقية الشارع ارجع الاقيه قفل، لان زي ما قلت لكم ان انا نازلة متأخر، وهم يعتبر ايه معظم المحلات هتقفل وبتقفل. وهجيب برضو اضاءات وهنا وقفت كده جبت الاذكار ديت حلوه قوي، بتتلزق على التلاجة. سعرها كان عامل 25 جنيه، فحلوه جدا. زي ما بقول لكم ان هنا سعر الجمله بتبقى في الاماكن التانية اغلى. والزينه ديت كنت هاخد منها بس ما لقيتش الالوان اللي انا كنت عايزاها فسبتها. هنا كده خلاص خدت الأذكار اللي هي هتتلزق على التلاجة، تبقى حاجة كده واحنا رايحين وجايين الأولاد يشوفوها. طبعا أنا حافظة الحمد لله بفضل الله جزء كبير منها، بس عشان الأولاد برضو يتعودوا عليها. هقف أجيب هنا ستارة شكلها عجبني، هي ما كانتش في دماغي بس لما شفتها أنا كنت محتاجة حاجة صغيرة تبقى محطوطة عند الكادر بتاع التصوير بتاعي، يعني بتاع القناة بتاعتي، بحيث ان انا وانا شغالة يبقى برضو حواليا اجواء رمضان. شفت دي عجبتني قوي، الوانها هادية جدا ومساحتها حلوة، قلت هاخدها احطها خلاص عند الانتريه. دي كانت عاملة 150 جنيه. مش عارفة مش فاكرة بصراحة مقاسها كام. هو قال المقاس بس انا مش فاكرة مقاسها كام. المفارش اللي هو طلعها ديت هي تنفع مفارش وتنفع ستاير، بس هي الاكتر ستاير عشان ستاير. مقاسها 90 سنتي وانا الشباك عندي مقاسه 60، فكانت هتبقى كبيرة.
هو يعني الاشكال بتاعت ال60 ما عجبتنيش. دي كده مقاس 60 بس اشكالهم ما عجبتنيش. هي غوامق كده وشكلها مش مبهجة يعني. ويعني مقاس تاني بقى مقاس 90، هو ده المقاس ال90 اللي بقولكم عليه. بس كان هيبقى كبير عندي على المكان اللي انا عايزة احطه فيه. وبرضه غامق يعني، هو بعيدا عن ان هو غامق هو كبير برضه. اللي هو مقاس 90 دوت عامل 90 جنيه، واللي هو مقاس 60 عامل 60 جنيه. بصراحة حاجات تحفة، والخامات تحفة يعني، مش شكل بس والله. بصوا هنا دوت ده مقاس 60. انا بعد ما جبت اللي انا جبته قلت ده برضه حلو، مش وحش، لان انا شفته برضه عند حد تاني عجبني. بس انا جبت برضه اشكال فوانيس يعني، ده عم شكشك، يعني شكل قديم شوية، العيال مش عارفينه قوي زي الفوانيس عشان الاطفال يعني وكده، لكن احنا اللي نبقى عارفينه. وشارع الخيمية ده اصلا انا نسيت اقول لكم ان هو الشارع ده من زمان، من زمن الزمن، هو بتاع الفوانيس يعني. اي حد عايز يجيب فانوس اثري يروح يجيبه من هناك، سواء بقى كبير صغير، كل اي مقاس بتتخيليه هتلاقيه هناك. انا هنا قلت له معلش فردولي تاني كده عشان التصوير يبان معايا، وان شاء الله انا هبقى اصور لكم الشقه بتاعتي، اعمل لكم ليها جوله كده بعد ما افرشها. آه يعني عشان نتحمس مع بعض كده، واوريكم الحاجه اللي انا جبتها، وكمان لو في حاجه عايزه تعديل تقولوا لي عليها. كده خلاص انا خدت المفرش الكبير اللي هو الستاره الكبيره. زي ما قلت لكم هي تنفع كده وكده، لكن هي الاكتر ستاير عشان الخامه بتاعتها ستان. رجعت تاني وقلت له لا تعالى بقى وديني عند المحل اللي احنا وقفنا لقينا عنده تشكيله كبيره كده من اكياس المخدات، عشان خايفه عقبال ما هنتمشى في بقيه الشارع ارجع الاقيه قفل، وهزعل جدا لاني انا مش هعرف انزل تاني، لان زي ما بقول لكم احنا جايين من السيده زينب والمكان كان زحمه موت. هنا كده كنت بشوف بقى الاشكال اللي انا هاخدها، ما شاء الله عنده اشكال حلوه وكتيره، وتشكيله كبيره جدا من المكياس المخدات، وسعرها حلو جدا. دي كانت عامله 30 جنيه. الوش الامامي قطيفه والخلفي ستان. والتقفيل بتاعها حلو قوي. انا كنت جايبه حاجه السنه اللي قبلها كان كلها ستان، بس كان الكيس كان عامل 15 جنيه، بس طبعا مفيش حاجه دلوقتي بالسعر ده. ودي بقى علبة مناديل على شكل عربية الفول كده، شكلها حلو قوي، عجبت الأولاد جدا. عايزة اقول لكم ان حاجات بسيطة زي كده بتحطيها في قلب الشقة بتعمل روح. مش شرط ان انتي تخلي الشقة الديكورات بتاعتها آه اللي هي من غير رسومات، اللي هي رمضان كريم، اللي هي الاشكال الرمضانية. انا بصراحة انا نازلة اجيب حاجات لاشكال رمضان، بس عشان افرح الاولاد، عشان حاجة تفرح الاولاد. فلما يلاقوا مثلا اكياس مخدات زي كده عليها اشكال فوانيس اللي هما بيحبوها هيبقوا مبسوطين قوي. انا ما خدتش هنا بتاعت بوجي ديت لاني هما الشخصية ديت مش عارفينها قوي اصلا، فما حبوهاش، لكن شخصية فنانيس فهم عارفينها بيشوفوها على طول وكتير، فهي دي اللي هم حابينها ومتعلقين بيها. خلاص كده انا جبت 6 مخدات، وهدور بقى كده على بقية الشارع اشوف في قلبي برضو الستارة اللي انا محتاجاها اللي هي مقاس 60، بما اني جبت التانية اللي انا اصلا ما كنتش حاطاها في دماغي. فهدور كده بقى وهشوف. وهنا بصوا اشكال الفنانيس ديت حلوة قوي. ودي برضو المخدات اللي هي بتاعت ايكيا. بصراحة الشارع تحفة في كل حاجة وبسعر الجملة، لان لو هتلاحظوا ان المحلات كلها حاطة شويلة شويلة، الشويلة دي يعني معناه ان هما بيبيعوا بسعر الجملة. دي هنا عياشة بتاعت العيش يعني وكده، بتاعت رمضان، حبيتها برضو. الاولاد كانوا شافوها قبل كده وكانوا عايزينها فجبتها. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي انا جبتها بناء على طلبات اولادي، يعني مش انا نازله اجيب كده وخلاص يعني. شفت اولادي متعلقين بايه،
ماما هاتي كذا، اعملي كذا، سوي كذا. فخلاص بقى انا بجيب على اللي هم قالوا لي عليه. عايزه اقول لكم كمان ان حتى الشفشق بتاع العصير كانوا بيقولوا لي يا ماما هاتيه. ده هنا الشكل اللي انا خدته، شكل فرانيس، مع ان الشكل اللي هو هيفيده التاني بتاع مشكشك شكله حلو قوي وباين قوي ان هو ستاره. بس زي ما قلت لكم ان الشكل ده برضو مش معروف للاولاد، فنانيس هو اللي معروف ليهم. وعايزه اقول لكم ان انا قلبه الشقه كلها فنانيس يعني. وخدت هنا العياشه، وكنت كده بشوف في حاجه تانية اجيبها لهم. هنا ديت الاشكال حبيت اوريها لكم. دي اشكال معموله باين يدويه، على شكل عربيه فول كده، وحاجات كده حلوه قوي وشكلها لطيف قوي. بس بصراحه انا ما جبتهاش للاولاد لاني بالنسبه لي شكلها شعبي شويه. طبعا هو مش كل سنه بنجيب الحاجات ديت، انا جبت الحاجه خلاص عديت بيها، فالسنه اللي بعدها بكمل، بس مش بزود وبجيب تاني. يعني انا مثلا جبت كيس المخدات دي، لا بعد كده بقى فين وفين عقبال ما بعد كده ابقى عاوزه اغيرها. لان كده كده احنا ما بنحطهاش غير في رمضان بس، لان هي اشكال رمضانيه وفرانيس والكلام ده. ففين وفين عقبال ما شكلها مثلا يقدم وافكر ان انا اغيرها. يعني انا مثلا لما ان شاء الله اعمل لكم جوله في الشقه، انا فرشه كده على الانتريه بفرش رمضان. دي كانت عندي بقى لها سنتين، ان شاء الله السنه الجايه هبقى اغيرها. فهي الفكره بس ايه، ان عندك الحاجه بتقضيكي مثلا كام سنه، بيجي بعد كده وقتها خلاص هي بتقدم، يعني مش هينفع تكمل معاكي. لكن الانوار ديت برضو بتفضل معاكي مده طويله. انا عايزه اقول لكم برضو عندي انوار بقالها 3 4 سنين، وما شاء الله زي ما هي شغاله. بس بزود بقى، بجيب اشكال بقى جديده عليها. فاهمين الفكره دي؟ يعني احنا مش كل سنه بنزل اجيب الحاجات دي كلها، لا الحاجات دي بتمشي معاكي كذا سنه وممكن تكمل معاكي، بس انت بقى لو حابه تجددي بقى. هنا كده كنا جبنا شويه انوار، جبنا اللي هي الستاره الكبيره ديت اللي هي 5 متر، وجبت من محل تاني، لا لسه من محل تاني اللي هو دوت هقف اجيب رمضان كريم. و اللهم صل على النبي، جبت اللي هي الاشكال المدوره اللي هي اول واحده دي. المحل ده ما شاء الله برضو كان عنده تشكيله كبيره قوي من الانوار، وشفت بقى الفنانين دوت فرحت بيه قوي. ما شاء الله حجمه كبير جدا. هو الفكرة بتاعت الفنانيس ديت هي عايزة تتحط قدام محل أو تتحط في مول، يعني يعني بصراحة هي بتلفت النظر يعني. هي ملهاش مكان غير. انا هنا كنت بخبط على وشه بقول له انت نوعك ايه، خشب ولا ايه؟ بس هو ما طلعش خشب، طلع نوع تاني كده جوزي قال لي عليه، مش فاكره، قال فيب فايبر حاجه زي كده يعني، هو مش فاكره هو قال لي ايه، بس هو مش خشب. هدخل هنا هصور في المحل، ما شاء الله عنده كميه كبيره من الفوانيس اللي هي الديكور اللي بيتحط فيها المكسرات، تقدري تحطي فيها الحاجات بتاعه رمضان يعني وكده. بس انا هنا عشان الفتره ديت انا حاليا ما عنديش ترابيزه. ما شاء الله كان عندي 2 واتكسروا، يعني الحمد لله خدوا الشر وراحوا. المهم هنا عجبتني الاشكال ديت وحلو قوي، فان شاء الله بقول بعد كده ان شاء الله السنه الجايه اكون وفرت وجبت ترابيزه، واجيب بقى حاجات زي كده تتحط على الترابيزه، لان هي اصلا ما هتتحطش غير على الترابيزه. ده كده كان فنانيس كبير شوية، كان عامل 300 جنيه، والمقاسات التانية عاملة 150 ل200، فما شاء الله أحجامهم حلوة. فده كان شكل بقى الفيديو بتاعنا النهاردة. لو اتبسطتوا في الأجواء ديت شجعوني وأنزل أعمل لكم بعد كده أجواء تانية، في أجواء تبع رمضان وغير رمضان كمان. يلا كل سنة وانتم طيبين.